كان عندنا طالب بالحلقة آية من آيات الله، أكبر منا كلنا، إحنا بالثانوي وهو في الجامعة. إذا سمعت قرايته ما تملك إلا أن تسبح الله. قراءته جميلة، خامة صوته رائعة، في يعني رقة وحنية بقراءته. هذا الولد دش كلية الشريعة، صدق نفسه أنه طالب علم، درس له متنين 3، حفظ قرآن، يتكلم في المشايخ. ما في أحد بقى في العالم، ما سلم أحد، هو الرجل الصالح فقط، وحنا كلنا مبتدعة ما أدري شنو سالفتنا، كل الشباب ما خلى أحد على حال. اللهم المستعان، نسأل الله عز وجل يعافينا ولا يبتلينا يا رب. مرة كنت أنا موجود وتكلم على واحد من العلماء، مو من المشايخ، من العلماء. هذا العالم مو شابك لحاف الإسلام، مو حدودة بظهره في الإسلام، مو حياته كلها توحيد في توحيد، شيء خيالي. يعني هذا ودك اللي اجتهد عمرك إلى عمره حتى يعيش وينفع الله عز وجل به الإسلام والمسلمين، من كثر ما هو نحسب الله على حسيبه رجل مبارك. قام يفري بهالشيخ، ياكل حمى أكل، مو يشم اللحم، هذا أكل أقول لك ذبيحة خلاه، ما ايش أقول والله العظيم يا جماعة الخير. هو يتكلم في الشيخ. المهم بعد مرور سبحان الله سنة ونص، طبعا الشيخ عبد الرحمن الله يحفظه يا رب يا كريم كان يدرس ماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، فوقف الحلقة وسافر، فتفرجت الحلقة، كل واحد راح حلقة ثانية. أنا رحت عند الشيخ عمر الشعلان، والشباب راحوا عند مشايخ يتوزعون. كان أشوف واحد بعز والله العظيم يا شباب، شعره الطول وقفل مسبل، شفايف مبين إنه سحيك زقاير. شفت أنا الوجه مو غريب علي، بس ما أدري منو. سنة شوف يا جماعة الخير شلون خطورة الأمر هذا. لما أقول لك أنت لما تكون حافظ قرآن لازم يكون لسانك طاهر، لازم يكون قلبك سليم على المسلمين، وانك تحذر من الكلام باعراض المسلمين والعلماء والمشايخ. سلمت عليه، شلونك فلان؟ طيب ان شاء الله. كان اقول له حسن ماشر بهذا اللفظ. والله يا جماعه ما قدرت، بعرس احنا بس ما قدرت، انا بالنسبه لي صدمه. لا حسن ماشر، وين النور، وين الخير، وين كذا؟ قال والله يا احمد، هو يقول لي اني انا تكلمت بواحد وسمني، هو يعترف يقول أنا تكلمت بواحد من الصالحين من أولياء الله عز وجل، واحد من المشايخ هذول اللي أنا تكلمت فيهم وانتهيت، ما أدري اللي صار. يقول لكن أبشرك، هو يقول لي لكن أبشرك إني أصلي. شوفوا لأي درجة يا جماعة الخير. فنسأل الله جل جلاله أن يعصم ألسنتنا من الخوض في أعراض المسلمين، ويحفظنا يا رب وجوارحنا، ويجعلنا من أهل القرآن الذين يعملون بالقرآن ويتخلقون بخلاق القرآن. هذا والحمد لله رب العالمين.